السلام عليكم مشتركاتي، مساء الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في لا فيديو تاع اليوم وصفتنا لنهار اليوم حتكون وصفه الكوكيز. راح يكون من اروع ما يكون، يحبوه الكبار والصغار. سمعوا لي هذيك القرماشه. كما راكم تشوفوا الكوكيز تاعنا يجي مقرمش من برا والطري من الداخل كما كامل نحبوه. الوصفه تاعنا واش راح يكون فيها؟ عندنا 140 غرام نتاع مارغرين تكون ذايبه وبارده، نضيف عليها 3 ملاعق كبار نتاع الزيت، نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا. نجي نضيف عليهم، عندي هنا 150 غرام سكر عادي. نتوما اذا عندكم سكر بني هذيك 150 غرام اقسموها، ديري نص بني ونص سكر عادي. واللي ما عندهاش كما انا دير غير سكر الابيض هذا يجي عادي. نخلط المكونات نتاعنا مليح. هنا راح نجي نضيف حبه نتاع البيض. هنا كي تكونوا تخدموا راح تروماركيو باللي السكر تاعكم ما راهوش دايب، عادي جدا. وهنا الملاحظه اللي نعطيها لكم، ما تخدموش بالباتور، خدموا برك بهكا بان سباتول ولا بملعقه خشبيه، ما تستعملوش هنا الباتور. وفي وقفه وانتم وجدتوا هذا الكوكيز يجي بزاف بنين خفيف ويحبوه الكبار والصغار بيان سور. بعد ما دخلت هذيك الحبه تاع البيض نتاعي مليح كما راكم تشوفوا، هاوليك القوام اللي نتحصل عليه. هنا نجي نضيف كنت وزنت 220 غرام تاع فارينه، درتها في الكاس عندي 220 غرام تاع فارينه، كيلتها لكم بالكاس. هذا الكاس الاول اللي كنت دارته مع نصف باكي تاع خميره كيميائيه اللي هي 5 غرامات، قرصه نتاع الملح، وعندي ملعقه صغيره نتاع لافاني. هنا السر الثاني تاع الكوكيز هي لافارين، ما ديروهاش على دفعه واحده، ديروها على دفعات كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم لافارين دات لي حوالي 230 غرام، من 220 حتى 230 غرام، كل وحده على حساب لافارين تاعها. هنا جوست اللي ما عندهمش ميزان جيت وزنتها لكم بالكاس. هذا الكاس الاول اللي كنت درته، مي كما راكم تشوفوا القوام تاعي راه مازال يحتاج لافارين. 220 غرام بالكاس تعطني حوالي كاس ونص، النص ناقص منه شويه، يعني فوق ربع وتحت النص. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني. وبيان سور نتوما النص الباقي ما ديروش على فوا، يعني ديروها تدريجيا على كل وحده وعلى حساب لافارين اللي تديها لنا. كما شفتوني انا كنت درت 220 غرام كامل، حسيت بلي القوام تاعي مازال شويه، ضفت لها نص ملعقه كبيره نتاع فارينه، يعني تقدروا تقولوا بلي دات لي 230 غرام. القوام اللي حتتحصلوا عليه حتتحصلوا على قوام يكون يلصق. هنا كانت عندي شوكولا، يعني هنا كانت عندي 150 غرام، درت هنايا 100 غرام وخليت 50 غرام بوغ لا ديكوراسيون. خلطت بين شوكولا اولي وشوكولا نوار، مين نتوما تقدروا ديروا اللي عندكم. وكما تعرفوا الكوكيز كل ما يجي معمر بالشوكولا راح يجي بنين. هنا كما راكم تشوفوا ندخل مليح هذيك الشوكولا في لاباط نتاعي. وهنا كما راكم تشوفوا تانيك مستعملتش كامل يدي، خدمت غير بلا سباتول. بعد ما نخلطها مليح نحطها في الكونجيلاتور حوالي 20 دقيقه هكا باش تسهل عليكم الخدمه. مام تقدروا تفاصونيوها، يعني تقدروا تتحكموا في لاباط تاعكم كما تحبوا. باغ كونطخ اذا خليتوها هكاك راح تجيكم بزاف صعيبه، باسكو لاباط راح تكون تلصق لكم، يعني ما تقدروش تشكلوها بيديكم. هنا جبت هذه الملعقه تاع لا كريم، مي تقدروا غير بملعقه عادي. وانتوما خدمتو جست انا باش ما نكيلش ولا باش ما نوزنش، عفوا كيلت بها
مي فلافا عذبتني ما عرفتش كامل نخدم بيها. كما راكم تشوفوا البنات الكوكيز تاعي خدمته في الليل. ايا جيت باش نطيبو، صفت باللي البابي كويسون ما كانش متوفر عندي، وكنت في الليل يعني ما كانش اللي يروح يشري لي. دونك سلكت راسي كما يقولوا، درت في السنيوه تاعي دهنتها بالزيت ورشيتها بلافارين ونحيت كامل لافارين الزايده. بعد ما شكلتهم يا البنات، بعد ما تشكلوهم اضغطوا عليهم شويه وما ديروهمش بزاف رقاق. كما راكم تشوفوا انا حوالي ديروا 2 سنتيمتر العلو تاعهم، 2 سنتيمتر. وهذيك الشوكولا تاع 50 غرام اللي قلت لكم بلي فضلت لي درتها من الفوق. شوفوا البنات عندي بزاف ما درت لكمش المونتاج، راهي تلفت لي كامل شنهضر. كاين اللي شافوا المنشور تاعي وكاين اللي ما شافوش، دونك كنت غايبه عليكم على جال لي زيكزاما، كانوا عندي لي زيكزاما. دونك ما قدرتش ندير لي فيديو، وسورتو المونتاج يشد بزاف الوقت، دونك ما كانش عندي الوقت باش نجي ندير لكم لي فيديو، اسمحوا لي. الكوكيز تاعي دخلته يطيب على 190 درجه 10 دقائق ونطفيله. شعلت له جوست من الفوق غير شويه قسم ما يحمر لي برك، مي من التحت دالي 10 دقائق جوست على 190 درجه 10 دقائق. وكما راكم تشوفوا راح يحبط لكم والحبات كما راكم تشوفوا فيهم درتهم بزاف كبار. كما قلت لكم كنت في الليل، دونك كنت اللي كيدي برك قسمة نكمل ونروح نرقد. هاي لك يا البنات، شوفوا راهو يشهي شهيتكم في الجنة ان شاء الله. وصفة بزاف سهلة تقدروا ديروها وتفرحوا بها اولادكم ولا خاوتكم، والوصفة ناجحة مليار في المية. كما راكم تشوفوا شهيتكم في الجنة. وكما كامل نحبوا الكوكيز يجي مقرمش من برا وطري من الداخل. الملاحظه اللي نعطيها لكم كي تخرجوه من الفوق ماشي ثمثم تجو تنحوه من السنيوه، خلوه يبرد شويه باسكو يتكسر لكم. دونك انا خليته برد شويه باش جيت قسمت لكم. وهاوليك الكوكيز في الطبق النهائي مع قهيوة يجي الله الله يا البنات. ما تنساش اذا سيتوه تبحثوا لي تطبيقاتكم على صفحتي في الانستغرام. نقول لكم تهلاو في روحتكم، في امان الله. والوصفه نخليها لكم في صندوق الوصف.